السلام عليكم. شلونكم تبارك؟ خليك في دول عينك. شلون صار علاج تبارك الحمد لله. اكو تقدم؟ ان شاء الله بعينها وقام بس بعد يشوف التقارير هاي اخذت لها رنين ودا يشوفون التقارير. اخذت لها رنين بالجديد؟ ان شاء الله اذا الله وين دا تعالجيها بيا مستشفى حاليا؟ مستشفى مدينة الطب حماية الاطفال. من الدكتورة المشرفة؟ المشرفة الدكتورة رغد. حاليا دكتورة رغد؟ اي دكتورة رغد والدكتورة سماحة بس هي الدكتورة المديرة الثانية. يعني المديرة المباشرة انن دكتورة بس اللي مشرف عليها دكتورة رغد. واكو تطور ان شاء الله. ان شاء الله بحيل الله. مصاريف علاجها شلون؟ والله من الخيرين الطيبين اللي يدزون الله يحفظهم الخيرين والطيبين، والله هي حالة كلش تعبانة بس العالم هاي الله عليها. وحاليا مصاريف العائلة غير شغلات؟ والله كليتها من عندها والله العظيم، احنا ما عندنا والي، ابوها مفقود. الله يكون بعونكم. حاليا اي مشاكل اي عقبات؟ الحمد لله مشكور بس هسه عندي شويه لان هي وقعت وركضت وراها وقعت هسه عندي كسر وسوفان ولد. وين؟ كنسات بالحوض. بالحوض؟ ايه. بدها تراجعين عليه لو ما بدها تراجعين؟ ما اقدر هسه راجع الا شوي الامور وهي عاميه ما اقدر ضريره لازم انا داريها من يداريها. يعني هسه حتى نفسك عاملتها على مود علاجها؟ ما اقدر صار لي كم يوم طلعت من المستشفى لحد هسه انا نايمه على ظهري ويقول لي اسوي لك عمليه قلت له ما اقدر عمليه. الله يكون بعونك. التكلسات لازم يقولوا لي حجمي لا اسوي العمليه. طبعا العمليه راد لها فلوس وانت ما عندك. هي عاميه ضريره ما لها هذا ما شان لها سهل شلون تكبر شلون. الله يكون بعونك. بارك الله بالطيبين. اختي ام تبارك منظمه اي كير من نيوزيلندا برعت لكم بمبلغ $800. هاي على مود تساهم بعلاجها. تفضلي هاي لك ولها جزاك الله خير. لا تنسين الاخوه بالدعاء الله يحفظك. الله يسلمك.